زبدة الفول السوداني كنشريوها غالية من برا، ولكن نقدروا نصايبوها غير في الدار فقط بكاوكاو. كتوجد دغيا صحية وطبعا لذيذة. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، من الأحسن يكون كاوكاو الغليظ. حمرته في الفران حتى خدا هاد اللون ذهبي وطاب مبقاش خضر، وحيدت ليه ايضا حتى القشرة. في اي مولينكس ولا هاشوار عندكم غنبدا ندير كاوكاو بشويه بشويه ونطحن. نحاول ما نفرصيش على الماكينه. الا بدات كتسخن نتسناها حتى تبرد باش ما تحرقش ليكم، ونكمل الطحين. مورا كل 2 دقائق باش طحنت كنحاول نصيب كاوكاو في الماكينه باش يتطحن كامل ودقه واحده بنفس الطريقه كيف ما هو موضح في الفيديو. الا كان ايضا كاوكاو اللي عندكم ما كيطلقش الزيت، تقدروا تضيفوا 1 معلقه ديال الزيت باش تعاونوه انه يتطحن لكم دغيا وما تحرقش لكم، ما تحرقش مولينكس، خصوصا لما كانتش شي كاليتي زوينه. وكنبقى مستمره كنطحن كاوكاو حتى كيوصل القوام اللي بغيتو. تقدروا تخليوه هكا في حبيبات ديال الكاوكاو يكون مقرمش، ولا تطحنوه حتى يولي جاري تماما. هنا هاد المرحله اختياريه. في الاخير ضفت عليه معلقه ديال العسل هكا باش تعطيه شويه ديال الحلاوه. تقدروا تخليوه غير هكاك بوحدو راه كيجي رائع. وكنديرو في قرعه ديال الزاج، ونقدر نحتفظ به غير برا ديال الثلاجه، راه كيدوم مده طويله. الا جربتوه ضروري تقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تخليوا لي لايك ومتابعه باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ديالي. ونخليكم في امان الله ورعايته.